البنات اللي بينزلوا عشان يصلوا التراويح، حبيبتي حبيبة قلبي، هي حاجة من الاتنين: يا تلبسي بنطلون يا تلبسي عباية. انما تلبسي عباية وتفتحيها وتبقي مبينة اللي تحت والبنطلون، المنظر بيبقى مش لطيف خالص. اتقوا الله، احنا في شهر يعني مبارك. تمام؟ يعني انت نازله تاخدي ثواب ولا نازله تجمعي سيئات يعني؟ فبلاش بلاش كده يا بنات، اتقوا الله في نفسكم واحتشمي في لبسك على الاقل في الشهر المبارك اللي احنا فيه ده. خلي لبسك محترم، خصوصا ان انتي نازله عشان تصلي التراويح وتاخدي ثواب، فما يبقاش في المقابل. تمام؟ لو انتي فعلا نيتك كده مش نازله عشان اي سبب تاني، ما يبقاش في المقابل ان انتي تلمي سيئات لكل نفر هيشوفك. الكارثه بقى اللي انا سمعتها واستغربتها جدا، اني سمعت ان الامهات نفسهم هم اللي بيشجعوا البنات على كده عشان يجي لهم عريس او حاجه زي كده. يلا يا بنت تعالي معايا عشان نصلي، عشان ايه؟ يمكن فلانه الفلانيه تجوزك، تشوفك لابنها ولا مش عارفه ايه. يا جماعه ايه ده؟ ايه ده؟ يعني ده وقته؟ يعني ده شهر يحصل فيه كده؟ هي دي النية من ان انتوا نازلين تصلوا؟ هي دي نيتكم ان انتوا تقابلوا ام فلان وام علان و... وده يجيب عريس وده يجيب عريس؟ بجد؟ لا بجد، بجد الموضوع بقى صعب. فنصيحتي للبنات: اتقوا الله في نفسكم. بلاش كده. العريس اللي هيجي عن الطريقة دي او هيجي بالاسلوب ده مش هتبقى النهاية لطيفة، النهاية مش هتريحك ومش هتعجبك، لان هو جاي بطريقة مش صح. تمام؟ ونيتك ما كانتش صح. فاتمنى ان المهزله دي تقف. تمام؟ ولو انتي مش في نيتك ان انتي تنزلي تصلي وتاخدي ثواب، يبقى ما تنزليش افضل، لان انتي هتاخدي ذنب لكل حد هيشوفك، وهو كمان هياخد ذنب. فانتي يعني احنا في شهر مبارك والواحد مش ناقص ذنوب. فاقعدي في بيتك افضل، صلي في بيتك افضل. لو انتي مش هتحتشمي كده في لبسك وتتأدبي كده مع ربنا وانتي واقفه بتصلي في المسجد، يبقى ما تنزليش افضل، صلي في بيتك. يعني في النقطة دي ان انت تصلي في بيتك هتبقى ارحم لك واحسن لك وافضل لك كتير جدا. تمام؟ وربنا يهديني ويهديكم اجمعين يا رب. انا حبيت بس اوضح النقطة دي وانبهك، علشان لو انت يعني مش واخدة بالك من شكلك. احنا بجد بنبقى ماشيين في الشارع وبنلاقي مناظر لابسين اللي هو القفطان ده، الموضة المنيلة دي مش عارفة مين اللي اخترعها. مالها العبايات الواسعة الحلوة المحتشمة؟ معرفش، طلعوا الموضة اللي هي بتاعت القفاطين اللي هي المفتوحة دي، والبنات ماشية مش لابسين تحتيها. يعني ما ده المفروض بيتلبس تحتيها برضو حاجة محتشمة، لا، بيلبسوا تحتيها بقى الدمار كله تمام؟ وتبقى لابسالك ابيض، يعني مثلا العباية تبقى لونها اسود وهي تبقى لابسه تحتها ابيض عشان تنور كده ربنا يهديهم يا رب. بس بجد بشوف مناظر في الشارع والله يكرهوني في ان انا انزل اصلي التراويح. انا بقيت بصلي التراويح في البيت بسبب المناظر الغريبه العجيبه اللي الواحد بيشوفها، اللي هو مش عارفه ليه بتعملوا في نفسكم كده؟ ليه؟ ده احنا في رمضان يعني، ده انتوا في الايام العاديه ما بتلبسوش كده وما بتعملوش كده. يعني جو باتمان ده اللي هو يعني هو تلبسي بنطلون لو انت لبسك بناطيل، تلبسي بنطلون، تلبسي عبايه محتشمه. انما ايه بين البنين؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه جو باتمان ده؟ اختاه اتقي الله في نفسك يا اختاه، يا اختاه اتقي الله يا اختاه ماشي؟ اشوفكم بقى في فيديو جديد ونصيحة جديدة مع ايمان نصار. متنسوش تشتركوا في قناتي وتفعلوا الجرس لو انتم اول مرة تدخلوا عندي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.